العيد قرب، كل سنة وانتوا طيبين. حبيت أشارككم وصفة الرقاق الناشف اللي بعملها كل سنة، وبنصحكم جدا تعملوه في البيت لأن هو ما بيتقارنش أبدا باللي بيتباع بره، بيبقى معضم وليه حرف كده لازم يترمي في الآخر. يلا نسمي بسم الله وهنشوف الطريقة والنتيجة في الآخر. هنجيب كيلو من الدقيق وعليه رشة ملح، حوالي ربع معلقة من الملح، قلبتهم كويس، وجنبي 3 كوبايات من المية الدافية. هننزل في الأول بكوبايتين من المية، وهنسيب الكوباية التالتة هننزل بنصها دلوقتي، وهنسيب النص بتاع الكوباية التالتة على جنب هقولكوا هننزل بيها امتى. بعد ما قلبت كده بالمعلقة في الأول هنبدأ ندخل ايدينا ونعجن لمدة 5 دقايق وبس. أنا بس عايزة أخفي الدقيق واخليها تتشكل عجينة مش أكتر. هلم كده العجين اللي في الطبق بتاعي وهبدأ أكورها واغطيها بكيس بلاستيك واسيبها حوالي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق وجنبي نص كوباية المية اللي متبقية، هناخد منها كده بايدينا شوية بشوية صغيرين، ونبدأ بقى ننعم في العجينة ونلت ونعجن فيها مش أقل من 10 دقايق، علشان أنا عاوزة العجينة بتاعتي دي يتربي لها عرق حلو جدا جدا. وهوريكم النتيجة بتاعتها لما تتعجن وترتاح هيبقى شكلها عامل ازاي. عجنتها 10 دقايق، أخدت مني 3 كوبايات إلا معلقتين من المية، ده بيرجع لنوع الدقيق. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من الزيت ونعمتها كويس قوي وسبتها كده علشان ترتاح معايا خالص لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة تعالوا كده نفرد العجينة بتاعتنا. بصوا المطة دي، بصوا العجينة عاملة ازاي، بتمط ازاي، ده معناه ان العجينة بتاعتنا اتعجنت حلو قوي وارتاحت كمان كويس جدا. هنبدأ نكور بقى العجينة بتاعتنا دي كلها وانا مغطياها كده. وزن الكرة الواحدة 50 جرام، ده بيرجع برضو لحجم الصينية اللي احنا هنعمل فيها الرقاق، يعني 50 جرام دي تنفع جدا في صينية رقاق مقاس 32. كورت كل الكمية على رشة دي خفيفة وغطيتهم بكيسين من البلاستيك، مش عايزين اي تيارات هوا خالص عشان وشه ما يقشفش. وبعد ما ريحته 10 دقايق هنبدأ ناخد اول كورة، ممكن تريحوه اكتر من كده لو وراكوا حاجة. المهم ان انتوا تبقوا مغطينها كويس جدا جدا، ما ينفعش الوش ينشف معانا خالص. هنرش بقى رشة دي كويسة كده من تحت وهنبدأ نفرد بالتكنيك اللي عملناه في الرقاق الطري، من النص لبره، من النص لبره كده لحد ما نوسعها خالص. وبعدين هنعمل بقى ايه كلها على بعضها، وفي الاخر خالص هنبدأ نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والنشابة دي طبعا متعبة شوية، يعني لو انتوا جبتوا عصاية مقشة جديدة او عصاية جديدة من عند اي حد بيبيع مستلزمات يعني ادوات منزلية تبقى اسهل لكم، بس طبعا دي يعني انا متعودة عليها فعشان كده كانت مريحاني جدا. بنوسع الرقاق بتاعتنا بالشكل ده مع رش دقيق، يعني لازم لما اعمل الحركة دي ارش رشة دقيق خفيفة كده عند الحرف، علشان لما اجي اضغط على الحرف كده ما تمسكش في بعضها، يعني ممكن تمسك في بعضها كده وما ترضاش تفك. يبقى كل فردة فيهم هترشوا رشه خفيفه من تحت ومن فوق. وهقول لكم دلوقتي مقاسها بيبقى كام بايديا. جبت بقى فوط مطبخ نضيفه ومفارش نضيفه كده، رشيت عليها رشه دقيق مخلوط عليه دقيق سميد، لان الجو حر جدا وممكن جدا يلزق في القماشه بتاعتكم. فرشيت دقيق على سميد كده بين كل واحده والتانيه. هنحط واحده وبعدين نغطي بالفوطه او بالقماشه، وبعدين نحط واحده تانية لحد ما خلصنا كل الكميه بتاعتنا. هيطلعوا ما شاء الله معانا حوالي 30 كورة او اكتر، او 32 كورة كمان. بعد كده انا اوريك واحدة تانية. ابص رش دي عند الحرف كده، شوفوا بقى معايا المقاس بالصوابع، وكمان يعني شبر واربعة وثلاث صوابع. ولازم تشف الحاجة اللي احنا بنفرد عليها. طريقة الفرد سهلة جدا جدا. بنفض بقى الدقيق الزيادة وبحطها على القماشة المرشوش عليها رشة دقيق على سميد خفيف، او ممكن ترشوا رشة دقيق بس، او حتى دقيق بلدي اللي هو فيه ردة ده. المهم في الاخر لما تيجي تحطوها على الصاجه نفضوها كويس من الدقيق علشان ما يبقاش فيها دقيق زياده ويتحرق منكم. لو في الطاسه كده دقيق، او في الصاجه او الصينيه حتى اللي انتوا بتسووا فيها، تنفضوا الصينيه او تمسحوها من بين كل واحده والتانيه. بصوا التسويه بقى على نار متوسطه، وبنبدا نقلب فيها على طول علشان تاخد معانا كده قرمشه حلوه وجميله. وعلى فكره احنا بنشيلها طريه، يعني اول كده ما تطلع فقاعات من كل حته فيها، ده معناه ان هي التسويه بتاعتها مظبوطه جدا. بنلفها ونضغط عليها بالمعلقه زي ما انتم شايفين علشان تاخد تسويه مظبوطه من كل الجهات. النار متوسطه مش عاليه. وبعدين بنحطها جنبنا على فوطه مطبخ برضو لحد ما تشم الهوا كده هتلاقوها نشفت معاكم. بص انا بكسر الحرف مش معضم ولا ليها حرف اصلا، وجوه زي بره بالظبط. هتبقى حلوه جدا ومفيهوش دقيق زياده ولا ريحته وحشه ولا في اي مشكله. لما تيجي تعملوا بيه صينيه الرقاق باللحمه هتبقى اجمل صينيه في العيد ان شاء الله.